ان شاء الله هنيجي نقفل البنطلون اللي احنا قصيناه، هنقفله على المكنه. فاحنا هنعمل ايه؟ هما دول كده اتنين. هنجيب الحجر، هنبدأ بالحجر كده، هنمسكه، هنبدأ الحجر، نقفل الحجر ده الأول. وبعدين ناخد الحجر التاني، نقفلنا الحجر ده ونقفل الحجر التاني. أهم حاجة يكونوا الحجرين إيه قد بعض، اللي هي مطرح القصة يكونوا قد بعض. خلاص كده قفلنا الحجرين. هنعمل بقى إيه الرجل كده. الحجرين نخليهم كده قدامي ويكونوا قد بعض من هنا، متساويين بالظبط، عشان لو واحد كبير وواحد صغير هيطلع إيه لوحة في البنطلون. أنا كده أساوي البنطلون، أروح بادئة إيه من أول الرجل. بس وأنا أول ما أجي أبدأ أهم حاجة أشدها كده أهو، بحيث يكون إيه متساوي معايا، مفيش حاجة مجروحة. همشي برضه إيه كده. طبعا البنطلون هنيجي على الحجر هنا يكونوا إيه الاتنين قد بعض بالظبط. والرجل التانية هيجي كده، أروح ظابطة برضه الرجل كده. أهم حاجة وأنا باجي أعمل الرجل أسويها كده، بحيث ما تكونش حاجة إيه بعيدة عن التانية. كده قفلنا البنطلون للرجلين والحجر، طلع مفيهوش أي لوحة ولا أي حاجة. هنيجي نركب الأستك. عشان ناخد مقاس الأستك نفس العرض كده، أروح جايبة الأستك إيه نفس الطول ده، أروح مقفلاه على المكنة. أقفله كده. أما أجي أركبه أروح عادلة البنطلون واجي على الحتة مطرح الخياطة دي، أحط عليها إيه بداية الخياطة دي عشان ما تبقاش مكلكعة. أروح مركباه، أروح شداه على المكنة، أشده من هنا براسم أهو كده، وأروح قاسمة دي، ده ده دقيق، لكن لو واحدة متعودة هتمشيها كلها حتة واحدة. أقسم دي على قد دي كده، أمشيها. أروح برضه أجي على النص ده أروح مقسماها. الأستك يتركب معايا في إيه نعمله على المكنة القلية بقى إن شاء الله، نتنيه كده على المكنة. ماشي، طب استنى كده إن شاء الله البنطلون أهو هنتنيه. فهو خلاص إحنا ركبنا الأستك على الأوفر، هنيجي بقى نتنيه هنا، بتتنى كده وتتنى كده أهو، وتتحط تحت المكنة وتتشد، نشد من هنا ومن هنا أهو كده.
اهم حاجه تشديها لورا وتساويها كده لتحت، تشد الاستك لورا كده عشان تطلع الكشكشه بتاعتها مظبوطه. بص التشريب بتاعها طلع ايه حلو ومظبوط. البنطلون اهو كده.